الزغبي قال ان في حاجه اسمها المرض الخمسيني. فاحنا معانا فاصل في هذه النقطه، ناخد الفاصل علشان نقرب من الناس الصوره. فاصل معاك يا محمد ونبدا او نعلق على الفاصل باذن الله. حكاية المرض الخمسيني، يقول لك مريضا خمسينيا، مريض خمسيني. المرض الخمسيني الذي يتهمني به، وعشان خاطر الناس تكون مش فاكرة بالظبط نعيد الحتة دي التاني. لو سمحت عزيزي المخرج عيد لنا حتة مرض الخمسيني ده. رجل يعاني مرضا خمسينيا. يعاني مرضا خمسينيا. يعاني مرضا خمسينيا. أنا لم أسمع عن هذا المرض في حياتي. فهل سمع أحد منكم أيها المشاهدون عن هذا المرض؟ مرض بهذا الاسم؟ ما هو هذا المرض يا فضيلة الشيخ؟ فليشرح لنا فضيلته أوصاف هذا المرض وأعراضه وأسبابه، وهل يأتي سمي خمسينيا ليه؟ هل يأتي نتيجة لعضة بعوضة عجوز في 50 من عمرها عشان كده سموه المرض الخمسيني؟ الحقيقة أنني بحثت في موقع العام جوجل عن المرض الخمسيني فلم أجد عنه شيئا. مش حاجة اسمها مرض خمسيني. فكيف يتكلم هذا العالم الجليل عن مرض لا وجود له ويتهمني به؟ ألا يفقده هذا الكلام الانفعالي مصداقيته لدى سامعيه من المسلمين؟ شيخنا لعل ما زكريا بطرس يحتاج فعلا الى الرد. واعتقد انكم وصلتوا او انتوا عندكم من البدايه طبعا الموضوع مش المفروض ان احنا بنبحث عن رد عشان نرد عليه. احنا والا ما كنت حضرتك قلت الكلمه لو لم تكن تعلم ما هي الكلمه تعلم الزغب يعني الحمد لله. للاسف اتفضل. لا انا كان حكايه فك، احنا بنتكلم في كلام هو طلب من الشيخ يرد او هو طلب من الشيخ يرد، فمحتاجين ان حضرتك ترد. ايه هو المرض الخمسيني؟ ايه هي اعراضه؟ ايه وليه حضرتك وصفت بطرس بان هو مريض بمرض طيب خمسيني؟ عامة انا وعدته لن اخطئ فيه ولا حتى بالالفاظ الموجوده في الكتاب المقدس. الوقت القمص زكريا بيقول يعني الشيخ الزغبي هيفقد مصداقيته وهو وضع الامر محك بينه وبينه. يعني انني اثبت نعتبرها مناظره دي، يبقى هي في المناظره. تمام. يبقى سقط القمص زكريا وانني عجزت، يبقى الحق مع القمص زكريا، واقول ان انا افقد مصداقيتي يعني اللي انا قلته كذب، وبقولوا اني بحث في جوجل الى اخر هذه الامور. اهو يا قمص زكريا بكل ادب بقول لك يا قمص زكريا اسمعني وركز. نيجي اول حاجه مرض الخمسيني. اول حاجه انا بقول للاقباط جميعا قبل المسلمين، للاقباط افتحوا معانا موقع الانبا تكله. انا قلت شيخ مسلم؟ لا. ولا قلت انبا تكله اهو، مش من عندنا، مش من المسلمين. افتحوا موقع الانبا تكله. سنوات مع ايميلات الناس، سنوات مع ايميلات الناس، اسئله اللاهوت والايمان والعقيده. من هم الخمسينيين عند الانبا تكله اللي بيجب على اسئله الناس النصارى، مش بتاعتنا المسلمين. هو عشان يبقى مين الصادق ومين اللي غير صادق، مش هقول عليه كذاب كمان، مين صادق ومين غير صادق. اهو من هم الخمسينيين ومتى نشأت، بيسألني متى نشأت هذه الطائفة الخمسينية، وبعد كده ما هو موضوع التكلم بألسنة الخمسينيين. اسمعني، في عام 1650 قامت جماعة الأبناء الفرنسيين مدعين نوالهم المواهب الرسولية والتكلم بألسنة، وما لبثوا أن تفرقوا واندثروا كذلك. ثم في النصف الأول من القرن 19، بقوله بالترتيب وراجع ورايا، في النصف الأول من القرن 19 ظهرت من جديد اللي هم أصحاب المرض ده من جديد في غرب اسكتلندا بدعة الألسنة غير المفهومة، تتكلم بتمتمات وبحاجات معينة كده، يعني بيقول لك الكلام الفارغ ده. طيب، ويقول روبرت باكستر، مش جايب له مسلم ابدا في كلام، روبرت باكستر الذي ما لبث أن اكتشف كذب هذه الجماعة وسجل في كتابه بيان الحقائق أن معتنقي هذه البدعة يسيطر عليهم إبليس فيجعلهم ينطقون كلمات غير طبيعية. إن الظهورات الشيطانية كانت تبدو في التواء مخيف في جسمها
وأعضائها وعبوس غريب في ملامحها وتحريك لسانها بتمتمات غير مفهومة مع صفير وصهيل وأنات وزفرات وتجديفات ضد الله. إلا أن هذه البدعة قد راجت في كل أوروبا وأمريكا شأن كل البدع الغربية، وقد وردت إلى مصر في الثلاثينات من القرن العشرين. في الثلاثينات من القرن العشرين دخلت مصر يا جماعة في الثلاثينات من القرن العشرين. بسألنا عن أعراض المرض القم الذكري، أعراض التكلم الألسنة كما يقول، مش قايل لك كما يقول الشيخ الزغبي، قم الذكرية. اسمعني وقلنا اهو صدري واسع لغاية عندك في قبرص بكل أدب، كل أدب اهو. أعراض التكلم دي كما يقول الأنبا. الأنبا مين؟ بيشوي. الأنبا مين؟ بيشوي. وموقع الأنبا تكلم. عدوها أنبا بيشوي. الأنبا بيشوي مش شيخ، الأنبا بيشوي. ودي طبعا موقع الأنبا في الفكرة، موقع الأنبا تكلم بيقول ايه؟ أعراض المرض دي: تكلم بتمتمات غير مفهومة. 2. الارتجاف والسقوط على الأرض. 3. تشنجات. 4. إغماء. 5. صدور أصوات تشبه أصوات الحيوانات. 6. حدوث هزات عصبية. 7. حدوث صرع. حدوث ايه؟ صرع. مش كده وبس، الأنبا بيشوي بيقول ايه؟ سكرتير المجمع المقدس بيقول في كتاب موهبة التكلم بألسنة. الأنبا أنا مش مسلم. نقرأ من الكتاب. طيب نقرأ من الكتاب. أنا عايز لا يظهر الكتاب موجود على الشاشة. موجود على الشاشة. الكتاب موجود على الشاشة. بيقول بالحرف: فهل هذا كله لا يوازن أن يقف واحد يقول كلاما غير مفهوم بلغة لا وجود لها، أو آخر تحدث له تحدث له تشنجات، أو يقع على الأرض، أو يغمى عليه إلى آخره؟ هل هذه الكنيسة؟ هل هذه الكنيسة المجيدة التي بلا عيب المزينة مثل عروس لرجلها؟ هل هي مجرد هذه الظواهر الغريبة والهمهمات غير المفهومة والأصوات التي تشبه أصوات الحيوانات؟ هل هذا هو الامتلاء من الروح القدس؟ هل هذا هو الامتلاء من الروح القدس؟ يا ريت تظهروا لهم مين اللي اتهم القم الذكرية بأنه عنده هذا المرض، وبلاش محمد الزغبي يتكلم. يعني مش حضرتك اللي قلت ان هو عنده مرض 50؟ ابدا، عند الكنيسه. اظهروها. لو الفصل جاهز معاك يا محمد تظهره لنا. طيب نكمل لحد ما محمد يجهز الفصل ده ونتكلم في الموضوع. ان احنا يعني زي ما حضرتك اشرت او زي ما احنا بنقول، هو قال ان دي نقطه تحدي، ان حضرتك تقدر تثبت ان في حاجه اسمها مرض 50. انا من غير حتى المقطع اثبت امتى وظهر فين وكيف واعراضه، واجبت. واظن بعد ما نبين وهيشوف المقطع من الكنيسه اللي قال عليه ايه، اظن ان على القم الذكري الان ان يعترف وان يقول الزغبي على حق وانا على باطل. وانا بقول له ادعوك للاسلام، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والزغبي قال ان في حاجه اسمها المرض ال50. احنا معانا فاصل في هذه النقطه، ناخد الفاصل.